انت سوي باي باي وتعال بعد اسبوع تستلمها استلام شركة وقاعد حجي. يمه هاي وحدة ملعبة واني ما اطيقها، شلون تريدين اتكبل وياها؟ هلو شباب، هلو بنات. أول ستوري يطلع بيه خطي بحدوري، ماخذ لقبين أنيق بغداد ووسيم البصرة بنفس الوقت. اوكي ليش لا نروح، اني جاهزة. همزي أنا جات حدوري. هاي يمكن مريم. مريم ممنوع اخي، توقف، وين رايح؟ لا هي زوجتي وليد اصيحة. لا يعني زوجتك بالبيت مو هنا، هذا مهرجان وما يصير اي واحد يصعد للستيج. يلا ندعبل قبل ما ذبك بابو زعبل. مرحبا بكم سيداتي سادتي في مهرجان الأول للكبلز بحضور قنبلة الموسم، الوجه الصاعد النازل من روما الحلقومة التي أبهرت الجميع بطلتها الساحرة. نترك الكلمة لتقولها. تصفيق. هاي جايز، اولا امسي على الحضور واشكرهم هواي على الترحيب الجميل. طبعا قبل ما انسى احب اوجه شكري وامتناني للمدرب جاكي شان اللي امي دزت عليه الي من اليابان. يا مريومة يا حلقومة، اليوم مهرجاننا على الكبلز وانتي فلقة كمر وشفناش داخلة علينا وحدك. شنو يعني انتي ما مرتبطة؟ اي نعم صحيح، أنا حاليا ما أفكر بالارتباط ومتجهة نحو السوشيال ميديا وعالم الشهرة والموضة، وما مستعدة أرتبط بإنسان ثاني، خصوصا بعد تجربتي الفاشلة مع الإنسان الأول اللي حطم حياتي ودخلني بحالة نفسية ما أقدر أحكي لكم بعد أكثر من هيك. اوكي واحنا عم نتمنى لك الموفقية. تقدر تتفضلين. مريم شنو ما عرفتيني؟ انا حيدر حبيبك. صدق؟ خافت الشاقة حبيبي، هسه صرت؟ شنو هاي مريم؟ وين حنيتك؟ شو طريقة كلامك متغيرة؟ نسيت العشرة اللي بيناتنا؟ هو هاي المشكلة، لأن أنا ما نسيت طردتك إلي، تعييبك علي، شماتة أمك بي، وتريد ظل بي حنية. زين ما ترجعين وياي إذا مو الخاطر اللي. لا حبيبي، اشويها وشبع الحجية. حدوري للضوج ولا ما فزنا بالمهرجان. ولك انتي انسان حيوان، تنكة زبل ملتم عليها الذبان. على كيفك، ليش أنا سويت لك؟ انت سويتي وليش؟ انتي هجمتي ودمرتي وعلاقتي خربتي. عشتو خدت روح، شايف نفسك انت فد نمونة لو باباي رجل زيتونة. ايا حي زبونة، راح اطقك بحظر وما اريد اشوف وجهك المكسب قدامي مرة ثانية. عشتو هذا وجهي ما عجبك، صرف عليه مصرف مال 10 عوائل يعيشهم 5 سنين لي قدام. هم عجبه الذبان يطلق الريح او داناك وربي يبلاك. هاي يمه شعو ماعو اكيد بربعت بالحفلة وطقيت ذاك العشاء المعدل، وبالكذب ما ذكرت امك شيالة همك. يما كل شي ماكو، لا عشاء لا صخام، عوفيني ترى تعبان ونفسيتي زفت، راح اروح انام وما اريد احد يدق علي الباب الغرفة بعد، ولا حد يصيحني، ترى اقلب الدنيا قلب. يا ساتر استور، هاي شبيل ولد شجا، اول مرة اشوفه هيك معصب وقلبه معطب. اوف يابا، ما اصدق يجيني يوم ادخل الغرفة وما اشوف بلبل قدامي. اخ شجاني وسمعت كلام امي وعفت مريم.
الله يساعدك، الصاير واني ما ادري. صدق مريم صايرة فاشينيستا وطاقة بالسوشيال ميديا. عزة شو وقت هاي الدبة طقت؟ يا دبا يمه هاي لابخة وصابغة وطالعة أحلى من هيفاء وهبي، وقاعدة تسوي إعلانات، وفوقاها تقول أقل إعلان أسويه $5000. أنا أختك يا صقار، أكيد أنت غلطانة ومن اللبن عطشانة. قبل شهر خليت حويدر يشحتها وبعبايتها لأمها، كانها سطل ما تطرشي. وينها وين الإعلانات؟ هاي قبل يمه، أنصحك تخلين حيدر يرجعها على مود تسوي إعلان الحساب الانستغرام مال عنجور. خطية غير زلغ نفسه وما حد قاعد يتابعه. والله لأن تدرين ليش؟ هاي الثروة، وإذا ما نستغلها راح تروح من عندنا. وش حكي يمه؟ هسه اروح اقعد حويدر وخلي يرجعها. شنو قابل احنا كنا فاقريها وما ندري؟ يا عافية يمه، يلا روحي ولا تنسين الشغلة اللي قلتلك عليها. أنا هسه رايحة للسوق. ثيما الله. ولك حويدر بعدك نايم؟ قوم، يقولون مريم طاقة وصاير احوال. قوم رجعها. كافي يمه، كافي الخاطر الله، من ورا كلامك دمرتي حياتي. عوفيني، التهي بغيري، ترى والله اشتق نفسي واخلص من هاي العيشة. على كيفك ولادي، انا غير مصلحتك احكي. يمه اذا عندي خاطر عندك عوفيني، عوفيني، اعتقيني لوجه الله. عايفتك، قابل انت عبد وعتقك. ولك يا يمه، صار لك شهر حابس نفسك بهالغرفة ولا تحكي ولا تقول ولا تشوف أحد. ولك مو زين عليك، حتى عضلاتك فشفشان. ولك ولادي أدري أنا مصوت، اغلط علي، عيط علي، بس لا تظل ساكت. أروح لك فدوة وفداوي. هذا ابني وانا اعرف ما يرجع مثل الاول الا ارجع له مروه. بس بيا وجه اروح لها وش اقول لها؟ والله بلوى ابتليت. سلاما عليكم. لا هلا ولا مرحبا. عزيز عندك جايتنا؟ عيني اوقفي، طيني فنتك وخلي حساب للعشرة اللي بيناتنا. لا 10 ولا 5، بيناتنا نسب وقطعنا وكل من راح لحاله. ولك مريم، حيدر راح يروح من ايدي. من اليوم اللي عفتيه هو حابس نفسه بالغرفة، لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. صدق عمي؟ عمل يعميك. شنو انت غبية بعد كل اللي سووه بيك وشكلك حنيتي؟ ماما. اس ماما. لا اكسر سنونك، اقعدي وسكتي. ولكم ارحموني، ابني راح يروح من ايدي. يروح منك يطير منك مو مشكلتي، انقلعي. مرحبا المتابعين حيدر ومريم. طبعا اليوم جايب لكم تطبيق رائع، قاموس اكسفورد الحر او تطبيق يو ديكشنري. افضل مترجم ممكن ان تحمله في هاتفك. اهم ميزاته تعلم اللغة الانجليزية بسهولة، والترجمة النصية، وايضا الترجمة عبر الكاميرا، وكذلك يمكن استخدامه دون الاتصال بشبكة الانترنت. والاحلى من كل هذا طريقة عمله. بعد ما حملنا التطبيق اللي موجود رابطه بصندوق الوصف، ندخل على التطبيق. هذه الواجهة اللي راح تطلع قدامنا. اول شيء عندنا آلة تصوير ومحادثة. هنا عندنا اللغة الفوق، اللغة العربية والانجليزية، او انتو تختارون اي لغة تردوها. هنا التصوير راح اشوفكم مثال بسيط. عندنا مثلا هذه الكلمة مثل ما تشوفون طلعت ترجمتها فوق عندنا باللغة العربية.
أشوفكم من هذا كله راح أشوفكم الميزة الفظيعة البي اللي هي الترجمة السحرية. ندخل على أي برنامج مثلا نريد نترجم به. هنا عندنا مثلا واتساب، نريد نرسل الشخص بس لغته غير لغة. هنا بس خلي أفعل اللغة من هنا مثل ما تشوفون فعلناها. هذه الآيقونة مثل ما تشوفون راح تطلع عندنا على الشاشة. هذه هي الترجمة السحرية. هنا راح نكتب مثلا ما هو اسمك، هذا مثال بسيط. نجيب هذه، شوفوا شلون what is your name رأسا يترجم بدون ما تروحون على مترجم، بدون ما تتعبون نفسكم. شي سهل وبسيط. شوفوا رأسا تدزون الترجمة، يعني الشغلة كلش سهلة طبعا، وبيه هواي بعد ميزات وهواي راح تكتشفوها انتو اثناء ما تحملونه. ودمتم سالمين.